راه جاي الدخول المدرسي وعلى بالي وليداتنا يبغوا يدوا اللمجة معاهم ولا يبغوا باش يتقهووا الصباح. جبتكم اليوم كما راكم تشوفوا وصفة المادلين بزوج حبات بيض ديريها وعمري باسينة تاع مادلين وكل صباح عطيهم حبة. معاكم حلويات أم محمد بنت سعيدة. نروحوا لطريقة التحضير هذا الوصفة تاع لي مادلين. اول حاجه كيما راكم تشوفون درت هنايا نصف كاس تاع سكر وزدت له زوج مغارف تاع فلون بذوق الموز، بذوق الموز هكا باش يعطينا، ولا لافاني تاني يجي شباب بذوق الفاني. هنا درت زوج حبات بيض كيما راكم تشوفوا يكونوا بدرجه المطبخ، ودرت قرصه تاع الملح ونخلطهم مليح. بغيتي تخلطي بالباتير ولا غير باليد تاعك. نخلطو كما راكم تشوفوا هكا مليح مليح حتى هذاك الخليط يتجانس لنا. وغادي نزيد كاس تاع حليب يكون دافي باش الكاس تاع الحليب هو اللي يذوب لنا هذاك السكر. هنا في هذه المرحلة كنت درت الفرن تاعي يسخن على 180 درجة، ووجدت تاني لي كيسات تاوعي تاع لي ماردين، وجدت السنيد تاعي ونبدا نزيد في المواد اللي نستحقوها في هاد لي مادلين. هنا بعد اللي كنت درت هادوك زوج حبات بيض وكاس ناقص زوج مغارف تاع سكر، زدت لهم زوج مغارف فلون تاع بذوق البنان ولا لافاني، ونبدا نزيد في هاد الكاس تاع الحليب ونخلط. كيما قلت لك الا بغيتي تخلطي بالباتير خلطي بالباتير. نخلط كيما راكم تشوفوا حتى نحسوا هذاك السكر دابلنا هكا. وهذا المادلين يوالم بزاف هكا في الكوتيه صباح تعطوه لوليداتكم ولا يتقهووا به، ولا اللي عندهم ولادهم في التحضير تاني يدي معاه حبة تاع مادلين، يدي معاه حبة هكا تاع فاكهة، خير من هذاك الصوالح اللي تشروهم لهم من برا. هنا كنت ضفت ملعقة تاع عسل كيما راكم تشوفوا باش تعطينا هذاك اللون، لون الشباب، وتعتبر كمحسن مادلين ولا مسكوتشو ولا تعتبر كمحسن. هنايا ونبدأ نزيد نص كاس تاع الزيت ونبدأ نحرك، نزيد كيما هكا الزيت ونحرك، نزيدو غير بشوية الزيت تاعنا ونحركو كيما راكم تشوفوا حتى اللي نكملو الكاس تاع الزيت. ومن بعد دوك نزيد الفرينة ونزيد وحدة خميرة كيميائية ونكمل الخليط تاعي. هذه هي. وكما قلت لكم هذه الوصفة تاع الدخول المدرسي. هنا رحت نجيب الفرينة، لازم الفرينة تاني تغربلوها كما راكم تشوفوا، تغربلوا الفرينة تاعكم وتزيدوا ديك خميرة كيميائية هكا، ولا كانوا لي كيسات تاوعكم صغار ديروا غير نص باكي خميرة كيميائية ونحرك كيما هكا حتى لين تحصلوا على خليط يكون شوية ثقيل هكا. وكاين اللي يديروا في الوسط، انا ما كان عندي حتى حاجه، انا كنت درتها تقهوينا بيهم. تقدروا ديروا لداخل في وسط لي مادلين تاوعكم، كي تبدو تفرغوا ديروا ملعقه صغيره تاع شوكولاته ختيني ولا ديروا كونفيتير، ولا انا ما كان عندي حتى حاجه، درتها لكم سامبل هكا غير باش تفرحوا وليداتكم كيما. وكاين تاني المادلين تاع الميكسو، تاني كاش نهار نديرها مع خواتاتي، كانت طلبتها مني مشتركة في قناتي الأولى، وكنت قلت لها وعد باش نديرها لك والله غالب، دوك نديرها لكم في هذه القناة مادلين الميكسو. هذا هو الخليط اللي نتحصلوا عليه كما راكم تشوفوا. وكنت شعلت الفرن تاعي راهي حما باش ندير المادلين تاعي طيب. هنا نجيب لالوش اللي غادي نرفد بيها. هنا راني نوريكم هذا هو القوام تاعه. ديك حاجه راني من الصباح هاك هذا هو القوام. كي ديروا تشكلوا رقم 8 يتشكل معاكم. هنا كنت جبت هاد لي كيسات تاع المادلين، تقدروا ديروا فيها دوك ليمون تاع المادلين ولا في هاد السني كيما هكا تاني والم. هذا تاع الكاب كيك. هنا نعمر هذيك لالوش تاعي كيما هكا ونفرخها في لي كيسات تاوعي
هاكا نعوضو كلش باش يجينا ال المادلين تاعنا نيش، يعني يجينا متساويين الحبات كيما هاكا، وكل كيسات نفرّغ فيها مغرف كيما هاكا ونديره يطيب على 180 درجة. وجا جات هاذيك البنة تاع ال الفلان الريحة تاع البانان جات فيه من الفلان هذاك. إذا كان ما بغيتش ديري مثلًا الفلان ولا حاجة تزيدي تاني لافاني ولا نكهيه بقشور الليمون ولا لك الاختيار. ومن الفوق كيما راكم تشوفوا بعد اللي طابلنا دوك نقسم معاكم حبة تشوفوها، شوفوا كيفاش جا أحمر صواه من برا ومن الداخل تاني جا طري. تقدروا تاني ديروا له من الفوق شوية تاع كاوكاو هاكا كونفيتير وكاوكاو إيفيلي. تقدروا تاني تزينوه بحبيبات الشوكولا ديروا له تاني تحشوه لداخل بالكونفيتي شوكولا تحتيني. لكم الاختيار كيما قال لك الجود بالموجود. انا اللي كان عندي كنت حضرت به لوليداتي باش يتقهووا وكي يجي الدخول المدرسي تاني ندير لهم كمية ما شاء الله اللي يولوا يتقهووا بها ولا يدوها معهم كقوتي ولا لومجة هكا كتر تاني عندهم ولادهم في التحضيري خير من اللي تروحي تشريه من برا بالغلا. شوفوا كيفاش خرج ما شاء الله خفيف وهشيش. كنت معكم حلويات أم محمد بنت سعيد. هذه هي الوصفة اللي توالم في الدخول المدرسي نوضي واشتيها لوليداتك عمري بسنينة وانتي تهنيتي قاع السيمانة. تلاقوا فيديو جديد ووصفة جديدة. دمتم في رعاية الله وحفظه.